مساء الخير. ليه ممكن حد في سن ال 22 زي يتفرج على الانمي او الكرتون الياباني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده الانمي او الكرتون الياباني مش للاطفال. بالراحه خليني اقول لكم ليه. اولا الانمي او الانيميشن ال 2 دي اللي اليابان بتصنعه زيه زي الافلام والمسلسلات العاديه اللي بني ادمين حقيقيين، وليه تصنيفات، يعني في منه للاطفال وفي منه للكبار. مقدره اننا عندنا ذاكره شباب المستقبل لاننا نشأنا كلنا على سبيس تون ان دي كرتونات اطفال، بس شباب المستقبل الحقيقيين كملوا وعرفوا ان الموضوع اكبر من كده بكتير، وان في انميات اصلا مش مدبلجه. اطمنكم ان في مواضيع مختلفه بتناقش افكار فلسفيه مختلفه، مش بس قوه الصداقه وعهد الاصدقاء، لا في حاجات كده بتسحلك وانت بتتفرج. سيناريو كده بيبقى والقصه تحفه. متقلقوش هقول لكم على ترشيحات في اخر الفيديو، استنوا شويه. هنا نيجي لنقطه مهمه جدا، عشان في الاول وفي الاخر ده انمي 2 دي مش شخصيات حقيقيه، فده بيخليهم يبدعوا ويرسموا في القصة بطريقة مفيش حدود في الخيال. بجد بيبقوا حريصين يوصلوا المشاعر بأدق تفاصيلها. هتعيط يعني هتعيط، هتتبسط يعني هتتبسط. اعذروا اي حد اوتاكو، الشرق الاوسط اوتاكو يعني الناس اللي بتحب تتفرج على انمي كتير. اعذروا اي حد اوتاكو لما يجي بالنسبه له يشوف مسلسل ويحس ان قديمه يا معلم. مش هنبهر اوفر، يعني في كرياتيفيتي اجمد من كده بكتير في الانمي. ترشيحات لو انت او انتي اول مره تشوفوا انمي، مختاره لكم حاجه تشدكم في القصه بسرعه. ممكن تشوفوا اتاك اون تايتن سمر تايم ريندرينج، ده كان عاجبني جدا عشان ما يبقاش ليكوا حجه لو مكسلين تشوفوا مسلسلات. في افلام زي كوينو كاتاتسي، ممكن برضو تشوفوا فيلم سبيريتد اواي. عامه عايزاكم تكتبوا في الكومنتس ترشيحات للناس اللي حابه تتفرج على انمي جديد سواء مسلسلات او افلام، وبعتوا الفيديو ده لاصحابكم اللي شايفين الانمي للاطفال. باي.